داخل معمل سري في أمريكا كان في جسم لو قربت منه زيادة مش هتحس بحاجة، مش هتتوجع، مش هتنزف، بس جسمك هيبتدي يتحرق من جواه. ده اللي عمله عالم جرب بإيده وخد باله إنه مات بعد ما خرج من الأوضة. الجسم ده كان صغير 6.2 كيلو جرام، تقدر تمسكه بإيد واحدة، تحسه إنه كائن حي. شكله كان بريء شبه الكورة، كان المفروض يمحي مدينة، بس اليابان استسلمت فقالوا يركنوه على الرف وقرروا يلعبوا بيه. بس العلماء في لوس ألاموس ما سموهوش الكورة، سموه روفس لحد ما قتل أول ضحية ليه. بعدها غيروا اسمه، سموه قلب الشيطان. دي مش قصة عن قنبلة انفجرت، دي قصة عن أوضة، عن مفك، وعن اللحظة اللي الإنسان اتغر فيها وافتكر إنه يقدر يلعب دور الإله. 1946 الحرب انتهت، القنبلة خلاص وقعت. العلماء كانوا حاسين إن هم لا يقهروا، دول روضوا الذرة. المنطق كان بيقول يقفلوا عليها، بس لويس سلوتن ما كانش بيخاف. كان كبير خبراء التسليح، هو اللي جمع قنبلة ناجازاكي. بص لقلب الشيطان وما شافش وحش، شاف لعبة. سلوتن كان عبقري، شجاع ومتهور. كان بيلبس بنطلون جينز وجزمة كاوبوي جوه معمل سري للغاية. كان بيكره بروتوكولات الأمان. كان بيعمل تجربة اسمها زغزغة ديل التنين. البروتوكول كان بيفرض استخدام قوالب أمان. سلوتن كان بيستخدم مفك بيوزن نهاية العالم على إيده، كأنه بيلف كورة سلة على صباعه مرة ورا مرة. كان فاكر إنه أسرع من الفيزياء. 21 مايو، يوم 3 مشمس، 7 أشخاص تانيين واقفين جوه الأوضة. سلوتن ملع على الترابيزة وقال بصوا، نزل الغلاف العلوي. كليك كليك كليك، التفاعل زاد. كليك كليك كليك. كان مسيطر، أو على الأقل كان فاكر كده. وفجأة المفك فلت، نور أزرق ملا الأوضة أشد من نور الشمس. سلوتن حس بموجة حرارة وطعم في بقه مر، كأنك لحست عملة معدن. رمى الغلاف بعيد، التفاعل وقف، الأوضة رجعت طبيعية. الوقت الإجمالي نص ثانية. سلوتن بص لزمايله وقال خلاص كده انتهت. محدش جري، دول علماء. سلوتن طلب من الكل يقف مكانه، مسك حتة طباشير وعلم على الأرض مكان وقوف كل واحد فيهم عشان يحسب المسافة ويحدد مين فيهم خلاص انتهى. سلوتن خد الإشعاع كله لوحده، 2100 رم من الإشعاع النيتروني، كافية إنها تدمر جسم الإنسان في لحظتها. بص لعلامات الطباشير وتأسف، وبعدها خرج وبدأ يتعب بشكل عنيف. الإشعاع زي الشبح، ما بيتشافش ما بيتسمعش. اليوم الأول إيده ورمت، اليوم الثالث الدكاترة قالوا إن جسمه بيتحرق من جواه، اليوم التاسع النهاية. فضل واعي، محبوس جوه جسم بيغرق وهو لسه عايش. جثته وصلت في تابوت معدني من الجيش مقفول، حتى هو ما اتدفنش بشكل طبيعي. الإشعاع ما بيسيبش حد حتى بعد الموت. احنا بنحب نصدق إن العلم نظيف بارد أمان. قلب الشيطان أثبت العكس. لما تمسك قنبلة نووية بإيدك وتتعامل معها بمفك وابتسامة، العلم ما بيبقاش فيزياء، بيتحول لحكم إعدام. الأوضة ما كانتش ساكتة عشان كانت أمان، الأوضة كانت ساكتة عشان الغرور قتل جواهم أعظم غريزة بشرية، غريزة التردد.